لعل أول ما يلفت انتباه الزائر للجنوب التونسي هندسته المعمارية، والتي تبرز خصوصا في ولاية توزر، التي يغطي الأجور المحلي معظم أبنيتها العامة والخاصة في تناسق تام مع البيئة الجليدية المحافظة، وهي صناعة تستعمل لأغراض وظيفية وأخرى فنية وجمالية. وتعود جذور هذه الصناعة إلى بلاد الرافدين التي وصلت إليها منذ آلاف السنين، وقد حرص أهالي الجنوب التونسي على تطوير استعمالات الأجر وتحسين مردوده منذ عشرات السنين، حيث تنتشر على مساحات شاسعة خارج المدينة الحظائر التقليدية لصناعته، أين تتوفر التربة الطينية بكثافة، والتي تطالعك بدخانها الأسود المتصاعد في الفضاء معانقا السماء. ورغم صعوبة هذه الصناعة وقساوتها إلا أنها تمثل إلى الآن مصدر رزق عدد كبير من العوائل. بعد أن يتم اختيار الطين أو الصلصال أو الطمي الجاف الجيد، يقع خلطه بالماء ليقوم العامل فيما بعد بتخمير الطين من خلال وضع الماء فوق التراب، ويخلط جيدا ويترك لبضعة أيام. بعد ذلك يتم دعكه بالأرجل لجعله لزجا، ليوضع الطين في قوالب من الصلب ويضغط بقوة للتخلص من الفراغات الهوائية، ثم يرفع القالب فتأخذ كتلة الطين شكله. بعد الانتهاء من عملية القطع تعرض اللبنات أمام الشمس لكي تجف جيدا. بعد أن تجف القطع تجمع في مكان وتبدأ عملية إعداد الكور وترتيب الآجر لغرض حرقه، ليتم إحضار كمية من أوراق النخيل المتوفرة بكثافة بالجريد التونسي. ويمكن التحكم بدرجة الحرارة التي تكون بين 900 و 1200 درجة مئوية في الأفران للحصول على أنواع معينة كالأجر الأبيض والأجر الأصفر، وهما يستعملان في واجهات المباني والأبنية الداخلية، أما الأجر الأحمر فيستعمل في بناء الجدران الداخلية والقباب. لم تستطع مواد البناء الأساسية الأخرى أن تحل محل الطابوق الطيني كما يعرف بالعراق، لوفرة مادته الأولية وسهولة صناعته، وكذلك سهولة استخدامه في البناء وقلة تكلفته، وهو على بساطة مكوناته يمتاز بمقاومة جيدة وقدرة كبيرة على عزل الحرارة والصوت وضعف نسبة تصدعه وتفككه وقدرته على مقاومة نيران الحرائق ومياه الأمطار الطوفانية، بالإضافة إلى مرونته وانصياعه حسب رغبة المعمار، بحيث يعطي تشكيلات زخرفية معقدة رائعة الجمال كالحنيات والنتوءات والمقرصنات والزخارف الهندسية والكتابية البديعة، ما جعل من صناعة الأجر المحلي من أبرز المهن التي تميز الحرف التقليدية بتوزر، حيث يمثل إحدى المقومات المعمارية التي طبعت المعمار بربوع الجديد على مدى عقود، وهو أحد مكونات المخزون الثقافي والتراثي بالجهة، يعكس طابعاً معمارياً عربياً إسلامياً يجعل من هذه المدينة التونسية أقرب ما يكون إلى مدن العراق. القلب أو الأجور المحلي صناعة اختصت بها محافظة توزر من الجنوب التونسي، وعلاوة على إضفائها جمالية على أسوار المدينة، فهي أيضا إلزام للتكيف مع الطبيعة الخاصة للمناخ الصحراوي. انتصار شلي، العراقية الثانية، تونس.